الرايس حميدو يا معذبهم، روحوا نحكيو عليه. بحار وقرصان جزائري وين كان سيد على الإمارة البحرية الجزائرية في بداية القرن 19. حكم وحدة من أكبر القطاع تاع الأسطول البرتغالي واسمها لا بورتوغاز، وزاد حكم بابور ماريكاني كبير واسمها الماريكانا، وزادهم للمجموعة ديالو اللي ولت فيها 4 بوابر و44 مدفع. فرض بهم السيادة ديالو على البحر لأكثر من 4 قرن. وقبل ما نكمل نحكي لكم الحكاية، حبيت نفهمكم الفرق بين كورسير وبيغات. الكورسير هو رجل بحار يحصل البواخر اللي تدنا للسواحل تاع بلادو ويدي الغنائم لصالح الخزينة تاع الدولة ديالو، يعني خدمته حماية والجهاد. أما البيغات هو رجل بحار يخدم خدمة قطاع الطرق، لا يطيح في المقلاة يتقلع، ما تهموش واش مسافين حكم، المهم يدي الغنائم لمصالحه الشخصية. أما خدمة الجهاد البحري لصالح الدولة بدأت في السواحل الجزائرية كي كانوا الحملات الإسبانية حبوا يصدموا الجزائر بعد سقوط الأندلس، إما لا اضطروا أهل المنطقة للجهاد باش يحموا الشواطئ والمدن والتجارة ديالهم من الإسبان والقرصنة الأوروبية. كبر الجهاد البحري والقادة ديالو يتسموا الرياس، وين الرايس الأقوى والأشهر كان الرايس حميدو، حتى يقولوا باللي كانوا يخوفوا به دراري صغار في إسبانيا، خاطر قدر يدي أكثر من 113 سفينة في مدة 15 سنة، وبهذا يكون قدر يفرض روحه وفرض كذلك جزية على الأساطيل اللي كانت تجوز على المنطقة. في 1776 الولايات المتحدة الأمريكية سينيات كونطرة مع الجزائر اللي تفرض عليها تخلص جزية مقابل أنها كي تجوز على السواحل الجزائرية تكون محمية وما تتعرضش للقرصنة. كي جا الرئيس توماس جيفرسون شاف بلي هاد الحالة ما تخرجش عليه والجزية فرغت له كامل الخزينة ديالو، إما لا قرر ما يزيدش يخلص. هنايا الجزائر اعلنت الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية وولاو يشوفوا البوابر تاعهم غنائم، يدوا لهم البحارة ديالهم كأسرى والغنائم يزيدوهم للخزينة الجزائرية. ومن بعد الرئيس تاع الأمريكان بعت شوية بوابر باش يطلب استفسار من حاكم الجزائر اللي كان عمر أغا هذاك الوقت. ما راح القائد البحري ستيفن ديكيتر ودى معاه 9 سفن حربية منها أنتاريو، إبريفير وكانستليشن، ويتلاقى مع الرئيس حميدو في السواحل الإسبانية. كان بلافخيغات ديالو واسمها مشهودة، وصلت معركة كابغاتا في 17 جوان 1815 وين استشهد الرئيس حميدو، وكانت بداية الحرب البربرية الثانية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. أنا عمه ما تنخلعش، صارت حرب بيناتهم. كي لحق الأسطول الأمريكي للجزائر وشاف الداي باللي قوته البحرية ضعفت بعد ما داو مشهودة واستشهد الرئيس حميدو، لقى روحو مضطر يتفق معاهم باش يرد لهم الأسرى ديالهم ويخليهم يجوزوا بدون دفع الجزية. وملتم بدأ يضعف في الأسطول حتى تحطم كليا في معركة نافارين 1830 كي صدمت فرنسا للجزائر. إذا حبيتوا معلومات تاريخية وثقافية أكثر ما تنسوش تابوني وريمايند تيك توك انستغرام ويوتيوب. يا صحيتو.